خطوتين يعملهم الإنسان ليزداد حكمة وبصيرة وقلبه ينور. خطوة الأولانية في القرآن قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ويعلمكم الله، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. الفرقان يعني بصيرة تفرق فيها بين الحق والباطل، وده عين الحكمة، وده الحكمة كلها، إن الإنسان يرى الحق ويرى الباطل، يشوف الصح والغلط. والتقوى انك انت تفكر قبل ما تعمل اي خطوة ده يرضي ربنا ولا لا، لو يرضي توكل على الله، ما يرضيش يعني تبعد نفسك كده حماية، لان كلمة يتقي يعني يحمي، حماية للعلاقة مع الله، لا مش هعمل كده. ولو غلطت تتوب سريعا، وخير الخطائين التوابون، وده ايضا من التقوى. اما الخطوة الثانية هي العلم، لأن العلم نور، والإنسان كل ما كان ما عندوش فيه معلومات هو مكان مظلم في حياته، فكلما تعلمت كلما تنورت وزادت حكمتك. فاستزيد من العلم، سواء كان علم شرعي تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقه دينك، تفسير القرآن، أو علم حياتي يزودك من فهمك لطبيعة دورك في الحياة، سواء بتتعلم إدارة، بتتعلم تنمية للذات، بتتعلم علم نفس. وكل دي علوم الله سبحانه وتعالى إذا كانت طبعا متفقة مع ما يرضي الله ورسوله، كلها علوم ربنا يشجعك أنك أنت تتعلمها، سواء كان علم شرعي أو علم حياتي. كل ده دين يوصلك لمعرفة دورك ومعرفة ربك سبحانه وتعالى.